انت اتاخرت اتفضلي ليه يا كده يا ستي. عم؟ كنت بجيب لك الحاجه اللي انت طالباها. انا عايز اعرف بس انت تعملي اكله ايه بالحاجات دي كلها بالفلوس اللي اتصرفت دي. هعمل لك شاورما سوري. جبت البانيه؟ ادي البانيه، وادي الرز البسمتي، وادي الفلفل الالوان. لازم الالوان. فلفل الوان. ادي الالوان يا اختي، وادي الخلطه، خلطه الايه، الشاورما السوري. نشوف هتعملي ايه. هعملها لك هتبقى جميله. ماشي، جبت لك الحاجه دي كلها. طب ما جبتش بقيه الحاجه ليه؟ حاجه ايه تاني؟ ما جبتش الفلفل الابيض؟ مش انا قايله لك يا عم فلفل ايه؟ فلفل ابيض. لا بقول لك ايه، النت ده يهبلنا. مش كل ما تخش بقى يطلبوا منك حاجه معينه تقول انا عايزه زيها. لا اعمليه بده وانا هعتبره يا ابني ده هو ده فلفل الوان. اه. انا عايزه بقى فلفل ابيض. ايه الفرق من عند العطار زي الفلفل الاسمر انا كده. اعرف فلفل اسمر. انا ابيض دي جديده عليا. ما انا قايله لك يا عم. طب معلش حط الاسمر واعتبريه. ما هما كاتبين في الوصفه كده، كاتبين فلفل ابيض. انا بقى احط فلفل اسمر؟ والله بقى مش انت لازم يا عمرو فلفل ما أبيض جبتش يعني. بقيه الطلبات يا عم. طلبات ايه طب تاني؟ فين الزبادي عشان اعمل التوميه؟ وفين كيس العيش الشامي اللي انا قايله لك عليه؟ مش انا قايله لك عايزه اعمل فتة شاورما سوري زي اللي بتتباع بره؟ لا ما هو مع التكلفه دي كلها كنت طلبت الاكل جايز احسن. احسن يا سلام. احسن. ما انت على الأقل عارف يبقى ليه انت طعم. عارف بكام؟ انت بكام؟ عارف بره بكام؟ ما انا صارف كتير اهو. بكام هيبقى بره بكام يعني؟ خلاص يا عمرو معلش، انزل هات بس زبادي ودور على الفلفل الابيض ده. انت طب بصي بقى، بس انا عندي فكره تانية. اعملي انت بالامكانيات الحاجه دي، وبعد الاكل ان شاء الله هنقيم بقى. المره الجايه هجيب لك اللي انت عايزاه. هتطلع مش حلوه. لا، انا كنت هتطلع عايزه امشي حلوة. على الخطوات مظبوطه. انا مش عايز توميه، هاكلها من غير توميه. وازاي خلاص؟ اعمل الفته يا عمرو؟ ما هي بيعملوها كده بالعيش الشامي بيبقى جميل. احنا مش عندنا عيش ابيض. ما هو ده هينفع. هينفع والله، هيبقى جميل. اعمليها. بص انا اصلا اللي اعرفه في الفته فتة لحمه، انما فتة شاورما والكلام ده ماليش فيه. اعملي لي حبه ده بتبقى الرز. جميله يا عم. اعملي حبه الرز البسمتي مع الاختراع اللي هتعمليه دوت، وخلاص انا راضي. ماشي. انا مش عارفه يا عمرو ليه ما بتجيبش الطلبات اللي انا قايله لك عليها. طب انا بقى كنت نزلت انا اجيب. هجيب لك حاجات ب 1000 جنيه بقى عشان تعملي لي بتاع مش هيتاكل. يا سلام. طب يلا طب بس. انا هوريك هيتاكل ولا لا. ماشي لما نشوف. يلا يا ستي. يلا يا عم دوق بقى كده وقول لي ايه رايك. بسم الله. هو جميل بس في ماله؟ توابل، في ريحه توابل كده مش متعود عليها. ماله يا عم؟ اما ادوق انا. ده جميل. هو حلو بس على التكلفه دي لا. اعمل لي حته الفرخه كده احسن. انت محبط. معلش. انت ما عاملش وصفه كده وتقول لي عليها جميله ابدا. بتاكل الاكله دي بره بكام يعني؟ ما هي كلفت برضه ومش مديها نفس الطعم ده. يا سلام هو ده احلى. تسلم ايدك. انت لو كنت جبت لي الحاجات اللي انا قلت لك عليها كمان كانت هتطلع احلى كمان. يعني خلاص يعني الفلفل الابيض هو اللي كان هيخليها احلى. ما هو شغاله، هي حلو يعني مش تسلم. عاجباه؟ لا والله جميله، بس لو كان زي ما بقول لك الفراخ كده بتتعمل احسن. وايه رايك بقى في التوميه؟ حلو بقى، خلينا نعرف ناكل بقى. عايز اكل الاكل سخن هنقعد نقول طب إيه رأيك؟ خلاص انا مش عارف ايه ده. مش تقول لي جميله كده تسلم ايدك وتشجعني؟ حلو تسلم طب إيدك. خلاص سيبيني اكل بقى.